تنظيم هذا اللقاء ولو كيف قال رفيق مروان فعلى هامش الندوه اللي غادي تكون مع الخمسه في مارتير والجهويه والعلاقات الجهويه بالبناء الديمقراطي في بلادنا. فناخذ هذه غادي تكون مناسبه باش نلتقي بطبيعه الحال مع رفاق ونلتقي مع الملتحقين الجدد وكذلك المتعاطفين، وتكون مناسبه انه يعني نتبادلوا فيما بيننا بعض المعلومات والمعطيات. يعني انا كنتظر الاسئله ديالكم، ولكن بغيت غير فقط انني اذكر بان هذه اللحظه اللي حنا كنعيشوها اليوم هي واحد اللحظه اللي هي استثنائيه. العالم كله يتحرك من اجل بناء واحد النظام عالمي يكون اكثر عداله، لان هذا النظام اللي حنا عايشين فيه يعني افرز واحد العدد ديال التناقضات، واحد العدد ديال الفوارق، واحد العدد ديال التبليش. هذا العالم اللي كديروا يعني المؤسسات الماليه الكبيره واللي فرضت على واحد العدد ديال الدول يعني سياسات ديال التقشف، واخا حتى حنا رفضها علينا ولو انه غير معلنه هادشي اللي كاين، اللي كنشوفوا يعني انه تحدث المناصب في الوظيفه العموميه ويتزاد الماء ويتزاد الضوء ويتزاد المعيشه، وهادشي كله داخل في هذه السياسه ديال العولمه التي لا تؤمن الا بالربحيه، ماشي ما عندهاش الغرض انه يكون سلم اجتماعي او شيء من هذا القبيل. اذا هو المتقدمه في الدول بحال ديالنا كاين هناك واحد الازمه اجتماعيه والتمظهره ديالها كبيره، هي البطاله لدى الشباب، واحد التازم والافق شويه مسدود، ولكن في نفس الان كاين تحركات في العالم، كاين حركات اللي هي كتنهض وكتقول بانه ما كاينش حاجه سميتها حتميه. الشعوب هي اللي كتخلق التاريخ، وهذه الشعوب كنشوفوها كتحرك في العالم المتقدم المتحضر. حتى عندنا حنايا حاولنا نتحركوا عبر حركه 20 فبراير وقبلها حركات وحراك ونضالات ودماء شهداء اللي سالت، ولكن كنقولوا كل مره ربما هذه هي الفرصه باش نعملوا ما في جهدنا باش نبنيو دوله ديمقراطيه، لان هذا النظام ماشي هو نظام مثالي، ولكن هذا الشيء اللي كاين دابا اللي صنعته الانسانيه والناس اللي كيفهموا في هذا الشيء العلوم السياسيه الدوله ديال المؤسسات، وان ماشي كنا غنحكموا خاص التمثيليه، خاص هذا الشيء يعني وتكون انتخابات حره ونزيهه والمؤسسات تكون بالطبع كتعبر. هذا هو المشروع اللي حنايا كنا كنحلموا به هذه 50 عام ولا 60 سنه اللي كتفرقنا على الاستقلال الشكلي ديال البلاد، وهذا هو المشروع اللي باقيين حنا حاملينه. كانوا حاملينه معنا قوى اخرى، ولكن هذيك القوى الاخرى في الطريق تخلات، لان اولا كان قمع شرس ديال النظام باش يصمد الانسان ماشي سهل، لانه الناس دوزات الترمامات دوزات داكشي، نتوما الصغار ما عارفينش هادشي هذا، ولكن ولا بد تكونوا عارفين التاريخ ديال بلادكم. حنا هادشي بغينا انه لا يتكرر في بلادنا، لان عانينا المعاناه الكبيره، ولكن من بعد يعني ولا الاستدراج ديال النخاب والشراء ديال النخاب وكيجروهم النخاب اللي المفروض في اي دوله كتحترم راسها اللي كينتميو للطبقه المتوسطه هما اللي كيديروا التغيير، هما اللي كيطالبوا بالتغيير. كيف كنقولوا انا بالدارجه ديالنا انه اللي كلا كيفكر في اللي ما كلاش، واللي تغطى كيتفكر في اللي ما تغطاش، واللي قرا كيفكر في اللي ما قراش، واللي خدم كيفكر في اللي ما خدمش. هي هذه باش كيكون داك المجتمع المتضامن، ماشي غير هذاك السيد اللي قرا وتغطى وكلا افضل منه، ولكن باش يحافظ على السلم باش حتى هو يعيش مزيان خصو يمد يد ديال التضامن للاخرين. اذا اليوم كاين واحد النهضه كاينه تتسمعوا يعني الحركات اللي كانت في امريكا اللاتينيه، واللي حتى واحد ما كان كيحلم بانه دول مستضعفه انها تنوض ودير التاميم ديال الخيرات ديالها وتقول بانه ما يمكنلناش اننا نشوفوا قوى اجنبيه كتستغلنا وحنا عايشين في الفقر المدقع. وشفتوا لولا وشفتوا يعني واحد الاعداد وشافيز، رغم بعض الاخطاء اللي يمكن تشي يعني بعض التجارب، ولكن الشعوب تفكر وكتخلق حاجه جديده. كذلك في اسبانيا مع بوديموس اليوم غادي يكون لقاء مع المسؤول ديال العلاقات الخارجيه، حتى هما يعني حركه شبابيه، ولكن حركه شبابيه كتستافد من الرصيد والتراكم ديال داكشي اللي كان، ماشي كتقول حيدوا كل شيء وغادي نخلق لنا شي حاجه. كذلك سيريزا يعني انه اليوم كتلقاو بانه الوزير السابق ديال الاقتصاد هذاك يانيش فاروفاكيس داير الحركه ديال من اجل المستقبل ديال حركه 2025، داخلين في واحد العدد ديال السياسيين يساريين اللي كيفكروا في واحد العالم جديد، عالم جديد اللي العنوان الكبير ديالو انه بركه من هذا التكرفس، واننا نبنيو مجتمع اللي فيه توزيع العادل للثروه، واول ثروه راه هي التعليم، اول ثروه هي العلم، باش يمكن لنا نعيشوا في امن وسلام. لهذا انا كنقول بانه الحزب الاشتراكي الموحد اليوم ويعني وانا سعيده جدا اللي كنشوف واحد العدد ديال الشباب، واحد العدد ديال الاطر اللي كتلتحق بينا، واحد العدد ديال النساء ربات البيوت جاو بوحدهم تيطرقوا الباب كيقول لك حنا بغينا ناس اللي هما حاملين مشروع ديال التقدم، ماشي غير يقولوا لنا ديك ان شاء الله بوان كوم، لا بغينا شي حاجه ملموسه. وحنا يعني نعتز عندنا واحد العدد، عندنا واحد النخبه ديال المناضلات والمناضلين شرفاء ونزهاء
وعندهم واحد الحلم كبير ماشي لراسهم كاشخاص ولكن لهذه البلاد. وعندنا هذا المشروع الكبير اللي يمكننا نلخصوه يعني بالنسبه للجدد قدما راهم يمارسونه، يعني انه مشروع الديمقراطيه. الديمقراطيه في بلادنا احنا عندنا ملكيه، يمكن الملكيه زائد الديمقراطيه تعطي شي حاجه مزيانه اللي هي الملكيه البرلمانيه. هذه الملكيه البرلمانيه هي الفصل ديال السلطات، يعني المؤسسه الملكيه عندها سلطات محدده في الدستور، الحكومه عندها سلطات كبيره محدده في الدستور، البرلمان كذلك، والقضاء حتى هو تيكون نزيه ومستقل. هذا هو اللي كنسميوه الفصل الافقي ديال السلطات. وكاين كذلك الفصل العمودي ديال السلطات واللي غنتكلموا عليه في العشيه عبر الجهويه، يعني ما يبقاش كلشي مركز في الرباط او هذا، يعني تعطى صلاحيات للجهات باش يمكن ذاك الجهات هي تكون كتشرع لما لا كانت جهويه سياسيه، وتكون عندها يعني امكانيه اتخاذ القرار فيما يعود بالمصلحه على ذيك الجهه، فيما يعود بالمصلحه على خلق التنميه في الجهات. هذا هو المشروع ديالنا في عنوانه الكبير السياسي. وهذا المشروع هذا ما يمكنلوش يدار في المغرب الا الى كان يعني القضاء مستقل، والا اذا حاربنا الفساد والمفسدين. حنا كنشوفوا بان القاعده ماشي هي المحاربه ديال المفسدين ولكن هي الافلات من العقاب، وهذا الشيء ما خصوش يبقى. ولهذا كنقولوا الدوله اللي بغيناها الدوله ديال المؤسسات، بغيناها كذلك انها توجد الشروط ديال الحقوق. ماشي غير تقول لنا راه المغرب وقع ولكن فين هي المدرسه اللي وقعتوا عليها وقلتوا لي حقي وهذا الحق ديالي افقي غادي ياسس لي الحقوق كلها، راكم كتضربوا فيها، كتدفعوا الخصاصه ديالها، كتدفعوا التهميش ديال الاساتذه الباحثين. بالمناسبه انا خلال الاجتماع اللي جمعني برئيس الحكومه مؤخرا وممثل الاحزاب، السؤال اللي طرحت عليه قلت لهم هذا العام انتخابات وبغينا نشاركوا في انتخابات واخا ظروف صعبه جدا، انه خص تخلق الشروط ديال الحريه، الشروط ديال الاطمئنان، الشروط ديال الثقه. واش هذه الحكومه ما عندها جواب للاطباء ولا الاساتذه المتدربين الا العصا؟ ما يمكنلكمش تكونوا جواد. ما غاديش ينقسم القيمه ديال رئيس الحكومه تيحلف على الاساتذه. قلت له راه ما يمكنش، يعني 10000 ديال الاساتذه المتدربين كاين البلاصه ديالهم وحنا محتاجين بهم، محتاجين نكثر لان عندنا الاقتضاد، عندنا يعني واحد المشكل. وثانيا يعني حسب المنظرين الكبار لهذا العالم كيقولوا بان الدول الناميه بحالنا المدخل الاساس هو المدرسه. الا كانت عندكم مدرسه عموميه جيده، الا عطيتوا القيمه للاستاذه والاستاذ معنويا وماديا وكل شيء، راه يمكن لكم تنجحوا، يمكن لكم توليو انتم في صف الدول المتقدمه. شوفوا اسبانيا واحد الوقت 25 عام كانت متخلفه، يعني بفضل الانخراط ديالها في الديمقراطيه. الديمقراطيه بمفهومها الشامل يعني المؤسسات، ولكن مفهومها ديمقراطيه المجتمع، يعني انه الخدمات الاجتماعيه كلها كتوفر للجميع. ولهذا يعني المعارك كلها اللي كتخاض اليوم في المغرب مهمه جدا. الحراك اللي عرفوا المغرب في 2011 مهم جدا، لان داك الشيء كله كيخلق تراكمات وكيخلق واحد الثقه بان داك التضحيات اللي تادت بالماضي ما مشاتش، ما خصهاش تمشي، لان هذا جيل جديد حامل التطلعات وكيعيش واحد الوقت اللي جديد. وهذا الوقت الجديد اللي فيه هذا الشيء ديال التواصل، ديال شبكات التواصل الاجتماعي كما كانش كان حنا تخنقنا، لان وسائل الاعلام كلها عليها اليد ديال سميتو ديال التحكم فيها. اذا في معنا حنا غنتواصلوا، كيفاش يمكن لنا نعبروا، كيفاش يمكن لنا ان ننطلق. هاد المساله ديال الثوره المعلوماتيه اللي حاصله اليوم كنظن بان الشباب التقطها بواحد الذكاء مهم جدا، وان يمكن لنا تفتح مجال. ولهذا انا كنقول الاحزاب حنا واخا حنا حزب قديم ولكن يتجدد، حزب انه استطاع يجمع 5 المدارس، ولهذا الاسم ديالنا هو الحزب الاشتراكي الموحد. وحدنا 5 الفصائل، الدوله كتقطع فينا كتفصلنا وحنا كنوحدوا. واليوم كنشتغلوا في اطار الفيدراليه مع حزبين اخرين هما الطليعه والمؤتمر. واخا صعوبات راه ما كاين حتى شي حاجه كتكون بدون صعوبات، خصنا نزيدوا نتقدموا، خصنا نشتغلوا باش نبانوا. اليوم الفيدراليه بفضل مجهودات واحد العدد ديال المناضلات والمناضلين، خصوصا منهم اللي كيخدموا في الفروع داكشي ولات معروفه. كيقولوا الفيدراليه ربما ان الفيدراليه ستشكل البديل امام ماذا؟ وغادي نختم بهذا الشيء باش نخليكم تطرحوا. يعني البديل امام واحد جوج الاختيارات اللي الدوله كتقول لك هما اللي كاين. شنو هما هاد الاختيارات؟ كتقول لك كاين التوجه الحداثي في البلاد والتوجه المحافظ، وهذا غير مغالطه، لان التوجه الحداثي شكون اللي فيه المخزن، وفيه الاحزاب اللي تخلات على الصف الديمقراطي وجات حتى هي معاه، وفيه احزاب صنعت صنعا تدعي الحداثه ظلما لانها لا تؤمن بالحداثه السياسيه. واش يصوبوا معنا الديمقراطيه وقولوا على راسكم حداثيين، انا ذاك ربما سنصدقكم، ولكن باش تقولنا حنا جاوا باش غير يهلكوا الاسلاميين باش يجلسوا لنا التخلف والتبعيه تستمر والاستبداد يستمر والفساد يستمر، هادو ماشي حداثيين. اذا ها هما هادو من هاد الجهه الاخرى كيقول لك المحافظين هما في الحقيقه عاد واحد المجموعه منها
يعني كيحسبوا معاهم حزب العداله والتنميه، ولكن حزب العداله والتنميه هو واحد الحزب اللي هو يميني متخلف، ماشي اسلامي، يختبئ وراء النبره الاسلاميه باش يجيب اصوات انتخابيه. بالمناسبه انا كنت في انقره في هذا الاسبوع الماضي، وتلقيت كان عندي الحظ باش نلتقي واحد 25 ديال الباحثين في مجال السياسه والدين، اللي هو موضوع الساعه واللي خصنا نتناقشوا فيه ونفسروا الامور كما ينبغي. يعني كلهم بما فيهم المتطرفون وفهموا مزيان، رغم انهم كانوا كيخبعوا كيف كنقولوا الشمس بالغربال بان ذاك استغلال الدين كان لاغراض انتخابيه. ما كاينش شي حاجه سميتها يدافع عن الدين، ما كاينش شي نبي دابا جديد ولا مرسل جا باش غادي يصحح الدين. ذاك العلماء حتى اللي كيصلحوا لهذا الغرض راهم كتلقاهم بعاد ما كيدخلوش في الشؤون الدنيويه ديال الناس ويخليوا السياسه في محلها. ولهذا يعني هذا الجمهور المحافظه اللي هي فيها واحد العدد ديال التيارات، واحد العدد ديال الاحزاب، منهم اللي اختلطنا معهم في الحراك اللي كان، واللي حنا يعني بما اننا نؤمن بالحداثه، نؤمن بالحوار، فتحنا معهم حوار، المثقفون ديالنا فتحوا معهم حوارات وكانوا كيتكلموا معاهم اش من بلاد بغيتو، اش من نظام سياسي بغينا، اش من مجتمع بغينا. في اخر المطاف يعني كانوا كيتفقوا بانه المساله ديال الحريه راها مهمه مزيان، كيتفقوا على المساله ديال المواطنه كذلك مهمه، ولهذا نخرجوا من هذاك الرعيه ولا نخرجوا من واحد الفرد اللي هو ما معترفش حتى بانه فرد وداخل الامه هو وحده لا يساوي شيئا، يعني المواطنه. ولكن بقى السؤال مطروح حول طبيعه النظام، اش من نظام بغينا، اش من نظام. حنا كنقولوا ملكيه برلمانيه هما ما كيقولوا والو، ولكن مع التطورات الخطيره اللي عرفتها التيارات الاسلاميه مؤخرا كنظن بانه بداو تيفهموا اكثر، بدات الصوره كتبان اوضح، لان ذاك المشروع ديالهم الاوتوبي ديال الخلافه وداك الشيء كله بانت لهم قضيه راه ما يمكنش تخدم، لان بعدا تكلف بالقطر ديالك بالوطن ديالك وبني انك يمكن لك تحلم بشي حاجه، وشافوا بان ذاك الحلم ديالهم هو قريب جدا من كابوس، منه من حلم جميل يمكن من التحقق. ولهذا كيقولوا لنا كاين واحد الجهه اللي هي محافظه مقابل جهه اللي هي حداثيه. نحن كنقول الحداثيين هم نحن الذين ندافع عن مشروع ديمقراطي حداثي، وحنا وسط هاد الناس هاد مجموعتين اللي هما مستبدتين باشكال مختلفه، ولكن يمكن يوقع بيناتهم تحالف. وحنا كنشوفوا التحالف ديال الخزن مع حزب العداله والتنميه اللي كيمرر القرارات اللي عمرها ما كانت غتمر في هذا البلاد. ولهذا حنا كنشكلوا ذاك الخط الثالث الذي يدافع عن الدوله الديمقراطيه الكامله، على المواطنه الكامله، ما نبقاوش حنا رعايا مستضعفين. يدافع عن الحداثه، مفهوم يعني الثقافه العقلانيه، يعني احنا لسنا ضد الدين، بالعكس من ذلك. غير هذا الحوار، وهذا الحوار بناء يجب ان يفتح داخل المجتمع. يعني كتعرفوا بانه العلمانيه او السيكولاريزم اللي هو الاسم اللي منطبق اكثر، يعني انه الفصل او التمييز ما بين الدين وما بين السياسه، من اجل ان نحفظ يعني بالنسبه للفرد كل الحريات ديالو بما فيها حريه المعتقد، ولكن نحفظوا المواطن باش نعيشوا حنا في امن وسلام رغم اختلافنا، اننا نديروا ذاك المحيط فين غنعيشوا في امن وسلام. وهذا المحيط ما يمكن له يتحقق الا في اطار دستور ديمقراطي، قوانين متساويه بين مواطنات ومواطنين. اما الفرد راه بوحده، الفرد هذا لا بالعكس، هذا النظام هذا يحافظ على الدين، ولا يسمح بالذين يريدون استغلال الدين لاغراض دنيويه بان يتلاعبوا بالدين، ولا ان يعملوا على ادلجه الدين، ولا يعملوا على استغلال الدين. بل الدين احنا بغيناه كقيم، كثقافه، كحضاره، ونطالب بذات القراءه التنويريه باش نخرجوا الناس من الخرافه الى ما هو عقلاني، الى ما هو هذا. لان كل انسان الا وكيسعى يلقى واحد التوازن في الحياه، ويلقى شي حاجه يمكن له يلقاها في الدين، يمكن له يلقاها في الرياضه، يمكن له يلقاها، وفين ما لقاها خصنا نحافظوا عليه وندافعوا عليه. وهذا اللي ما لقاش نقتلوه. هذا الملحد اش غنديروا ليه؟ كتب كتاب على الالحاد، اش غادي نديروا ليه؟ حنا واش متسامحين ولا حنا من اصحاب القراءه الحرفيه واللي ما فاهمين والو ونبداو تنطبقوا على الناس؟ وحنا كتشوفوا الفيديوهات ان السيده واقفه تقتلوها، قال لها حنا بنتي لينا ماشي تما ما تصلحيش، اللهم بغينا نطهروك ونصيفطوك دغيا للجنه، وسير لها حتى الاول. يعني نحن في عالم كتب عليه اوليفيا غوا الجهل المقدس. نحن ليست لنا ثقافه دينيه رفيعه، لان الثقافه الدينيه الرفيعه راه حنا عندنا فيها تاريخ في هذا البلاد هذا، يعني لا بالمتصوفه ولا بعلماء الدين اللي نوروا طريقنا. وكتذكروا بانه في الوقت ديال الاستعمار
كانت الحركه الوطنيه اللي هي تقدميه معها السلفيه المتنوره، مولاي بالعربي العلوي اللي هو يعني شيخ، ولكن ملي نزل الدستور ديال 62 ما بغاش يصوت عليه، قال هذا ماشي دستور ديمقراطي. هنا فين بغينا اعمال العقل، بغينا انه الدين يكون في المكانه ديالو، السياسه الشريفه النقيه اللي فيها نخب اللي هي نزيهه هي اللي دير السياسه، ونربطوا المسؤوليه بالمحاسبه. هذا هو المشروع ديالنا، واليوم حنا كننتظروا من كل من التحق بنا انه يزيد ينخرط معنا، وحتى الشباب اللي حاملين القضيه ما خصهمش يمشيو في ذاك المنطق ديال الدوله. رانا مشيتوا تدخلتوا مع هذوك والله لا حلينا لكم مشكل، كتلقى العمال بوحدهم ما قادرينش يدخلوا، الطلبه بوحدهم ما قادرينش يدخلوا، الاساتذه اسيدي دخل، ولا انت حنا راه ماشي ضريب الصداق هذا ولا رجعتها فيه، دخلتي وما عجبكش الحال سير، هذه الحريه، نحن نؤمن بالحريه التامه، ولكن اذا بغيتي تكون قوي خصك تكون قوي بتنظيم. ماشي انا تنشوف بعض المرات الحركات الاحتجاجيه نحن نساندها ماشي بغرض انتهازي، بالعكس لاننا نؤمن بالقضيه، ولكن كيوقفوا حنا رانا ما مع النقابه ما مع الحزب، لا باس سيدي، هذا كله خوف مع المخزن، المخزن ما يحلكش المشكل، الذي سيحل المشكل هو التنظيمات الجاده، ما خصناش نخافوا. راه ستيفاني السيرك قبل ما يموت كيقول لك اسيدي ما يعجبكمش الحال غوتوا، ولكن نخالطوا بدون انخراط والله المشكل لا تحل، ما غاديش يتحل حتى مشكل، واخا يكون صغير واخا تكون صاحبه حق ما غاديش تحل المشكل. ولهذا خاص الانخراط، وخاص الشباب الجدد اللي جاو ماشي يتسناو يتعلموا منا كل شيء، حنا بغينا نتعلموا منهم، حنا بغينا نشوفوكم نتوما اللي جيتوا في العصر ديال هذا الشيء ديال التواصل السريع وديال يعني التطور التكنولوجي والمعرفي، حنا بغينا نستافدوا، وتقولوا لنا بانه خرجوا من المقر، الناس راه كتعاني، بغينا نمشيو بغينا نخرجوا، ما عرفناش كيفاش نخرجوا. بالامس كنا كنعملوا دروس ديال الدعم، كنا كنمشيو نوقفوا ومازالين، ولكن كيفاش يمكن لنا اليوم نديروا جسور جديده مع الناس، نضروا راه الناس مظلومه اللي حنا حاملين لها مشروع، وهي كاع ما عارفانا باننا حنا اللي حاملين هذاك المشروع. المهم كنحيي رفيقاتي ورفاقي على هذا اللقاء الجميل وعلى هذا الحضور الشبابي المتميز يعني، وانا على كامل الاستعداد الى عندي الجواب ان اجيب على تساؤلاتكم واسئلتكم، وشكرا. شكرا استاذ على هذه المداخله الجميله، وطبعا الباب مفتوحه سواء المنخرطين الجدد ولا الاعضاء او الاساسيين المتدربين او اي شخص حضر هذا اللقاء، وتكون هذا سميتو المداخله تكون ملخصه شي شويه. اليوم ما كيتحركش بحال فرنسا ولا هذا في واحد البيئه اللي هي ديمقراطيه، اللي تحقق فيها الشرط ديال الديمقراطيه اللي كتحترم كل الحساسيات كل المشاريع المجتمعيه. اليسار عانى ولا زال مع النظام المخزني الذي لا يؤمن الا بثوابته باش يهمشوا، لانه من دين الاستقلال كانت قوه واحده اللي هي مناهضه للمخزن اللي هي اليسار. اما حتى هذو اللي خلقوا اليوم هما الاولانيين جاوا في الصف، لان بغاو المخزن يجيو هما الاولانيين وتحالف معاهم. علاش كتبنا حنا في البيان ديالنا وجيء بحكومته، هذا ما كيقول لك لا راه حنا جابنا بدراعنا، ما يمكنش يجيبك دراعك وحنا كنا يعني سباقين وقبل منك، هنا المفروض انه. ولهذا انا كنقول من ناحيه توجه كرسي جديد بارك الله فيك، ماشي غير القمع ولكن حتى هذيك البروباغندا ديال النظام. تيقولوا لي رفاقنا كيدخلوا للسوق وكيدخلوا هذه الحمله الانتخابيه، جيو الناس كتعاطف معاهم كيتبعوهم مقدم، وهذوك يعني هذوك الجيوش ديال النظام كيقولوا هذوك راه غير ملاحده، وهذوك راه مساقط ديال الملك، الا تبعتوهم راه تمشيو للحبس. اجيو معنا حنا الزردة عند الحاج المرقوقي هنايا يعني هذا وانتم كتعرفوا بان المشكل شنو هو؟ المشكل انه ملي كيكون نظام اللي هو شبه مطلق باش كيمكن له يستبدل بالجهل والتفكير. الانسان ما عندوش الادوات باش يمكن له يفكر، ما عارفش كيفاش دايرين الاحزاب في البلاد، ما عارفش السياسه في البلاد، وكل شيء قائم النظام المخزني يعني هو نظام اخطبوطي اللي كيوصل حتى لعند الناس قدام الشيخ. وهذا الخوف، كاين الخوف وكاين كيشوفوا راه هذاك ولد فلان اللي بغى يقول الحق ما عاودش رجع لدارهم شحال هذه، هادشي كله لا زال مستقل. ولكن حنا علاش كنقولوا في المشروع ديالنا خصنا هالمشروع، ولكن خصنا الثوره الثقافيه التنويريه باش نحطوا كل حاجه في بلاصتها. ولكن هادشي خصو ادوات جديده، خصو استراتيجيه جديده، هي فين بغينا نحطوا. انا جايه معرفه كنقول كل تجربه نجحت لنا في شي فرع بغينا نقتسموها معكم باش يمكن لنا اننا نعمموها واننا نخرجوا، لان ملي كنمشيو عند الناس كيكونوا خايفين منا ومن بعد كيحتضنونا بواحد الشكل لا يتصور، وتعرفوا فينا هما الناس المعقولين، فينا هما الناس اللي باغيين الصحه العامه، فينا هما الناس اللي كيتلاعبوا بالمشاعر ديالهم ولا كيستغلوا. بالمناسبه هاد الناس راهم عايشين ظلم كبير في هذه البلاد،
يعني هاد الاحزاب اللي كتشوفها كتربح اليوم كتجي هي الاولى، كيستغلوا هذيك القاعده اللي الخزن وجدها لنفسه بطبيعه الحال، لانه يقول لها وقفي سي، ولكن استغلت كذلك من قبل التيارات الاسلاميه اللي كتعمل هذه الصدقه وكتعمل هذا الشيء، ولكن استغلت كذلك من قبل الاحزاب الاداريه اللي كتفرق في اي مناسبه. يعني هذا واحد الكيس في هذاك الشيء ديال التغذيه وكذا كذا، المخزن تا هو كيفرق داك الشيء، يعني كل شيء كيفرق. حنا كتمشي عند الناس كتقول لهم راه عندنا مشكل، كنقول اش تعطيونا دابا الان اش غادي عطونا شي حاجه. كنقولوا حنا كنعطيوكم انكم الامل باش ولادكم ولادنا جميعا انهم يعيشوا في مجتمع اللي تكون فيه الكرامه وتكون فيه العداله الاجتماعيه، وانه يكون الشغل ممكن وتكون الصحه ممكنه والقرايه مزيانه. يعني هذا هو الحلم اللي بغيناكم تقسموه معنا. حنا ما غاديش نتصدقوا عليكم اليوم، انا واخا نعطيك تاكل اليوم، اش غتاكل غدا؟ انا بغيتك باش يمكن لي نبني واحد المشروع اللي الخيرات ديال البلاد نقتسموها جميعا. اذا هذا الشيء خاصو تواصل، خاصو استراتيجيه، خاصو تخطيط، خاصو الادوات، خاصو اهداف قريبه ومتوسطه وبعيده، خاصو شويه ديال التطوع. وحنا في التطوع ما بقاش، لان الناس كتدخل جمعيات هذا كيعطيوك باش يخلصوا لك ذاك النهار، وبعد غدا الاحزاب ما عندهاش باش تعمل هذا الشيء. ولهذا يعني التاريخ سيصنعه المناضلون، يعني اللي كيضحيو. هذا الشيء اللي كاين في العالم الاسلامي. كنشوف لانه في الدول المتحضره حسن النيه هو اللي كيسبق دائما حسن النيه. انا كنقول لهم غادي نعمل هذه، كيقولوا واخا نشوفوك غادي دير هذه المساله هذه. حنا عندنا سوء النيه، ولكن سوء النيه ماشي تنقول لك يعني غالب دائما كنسبقوا سوء الظن. كنقولوا ماشي سوء النيه، سوء الظن، سمحوا لي هذا هي التعبير الاصح. عاد بنا كنشوفوك في التلفزيون، اش كنشوف فيا في التلفزيون؟ هذيك المديئه مثلا اللي مريت بها 2 المرات هما كيعتذروا لي عشيه باش غادي ندوز، وحتى دوزوا صحابهم 2 و 3 المرات عاد ما لقاو لاين وعيطوا ليا باش يقولوا تا هما راهم فاتحين، لانهم خصهم لا هكا كطلب منهم كل حزب خصو يدوز واحد الوقت. حنا عمرنا ما دزنا معاهم، اذا وقربوا يعطيو الحساب اذا اتصلوا بنا. بطبيعه الحال هادشي اللي قلتي كيمكن يكون وكان ودائما كاين، الا انه اسمح لي انا ما غاديش ننتظر من حزب العداله والتنميه اللي الوزيره ديالو كتقول الا كانوا البنات فاخرات نزوجوهم في 12 عام انها غادي دير ليا تغيير في المجتمع. لا يمكن، لان لا يكفي ان تكون نزيها. حنا اللي عطينا الدروس في النزاهه. حنا من نهار الاول رفيق بن سعيد راه عنده 90 عام، يلاه سالا هذه شي 4 سنين الدار ديالو بالخلاص وكيخلص الطريطات وكيجيو الناس يتسلفوا من عنده تيسحب له عنده الفلوس. يعني باش كتشوفوا كيفاش كيخدم اليسار مؤمن بانه لا سياسه بدون اخلاق عاليه. يعني احنا ما كنكذبوش، هادشي اللي كنحكيو لكم اليوم بطبيعه الحال نحن لا تكييف. واحد الوقت كنا حنا في السريه وكان مشروع اخر وكذا، نهار دخلنا للعلن واسسنا الحزب صافي حنا قلنا غنخدموا في اطار هذا النظام هذا، ولكن شكون اللي داير ليه المعارضه الشرسه؟ هما حنا، وعمرنا ما هبطنا السلاح. النظام استغاث بنا عندما راى بانه يمكن ان يستعملنا او يستغلنا، ماشي يعني باش يسيدنا. وراه انا قلت لك اش كيقول علينا وعلاش عيطوا لنا. مثلا القضيه ديال الصحراء حنا دائما كنمشيو في المنتديات الدوليه وكندافعوا عليها بشراسه. يعني كيشوفونا البوليزاريو كيكحلوا بالعمى، واخا هذوك انا كنقول لهم خوتي، لانهم كتسالى الحجه ديالهم. علاش؟ لان انا عندي الملف، انا ماشي تمشي صحراء مغربيه وباغيه ندابز، لا كنمشي بالقانون. اللي قال لي كنجيب الحجه المضاده وكنجبد له الملفات حتى تنجعل. حتى الدول اللي يعني مازال تؤمن بان بقايا الحرب البارده وبانه خصنا ننهيو الاستعمار وكاين شعوب مستضعفه وهذاك مشاو بكاو عليهم، مشاو شحال هذه وحنا جالسين، حيت عندنا نظام متخلف بدبلوماسيته وبكل شيء. يعني سبقونا وكيقولوا شي كلام. اذا هاد الناس حتى الدنمارك وغيرهم كنهضر معاهم ما كيبغوش في الاول يسمعوا، ولكن ملي كتهضر معاهم في المنطق وبالعلم وبالقانون انذاك كيبدا يتخلق لهم تساؤل. وهذا هو اللي بغينا. يعني لما طلبوا منا ان نمشيو ما كانش شنو بغاو يعملوا، انني اذهب في مجموعه. انا كاين واحد العدد ديال الاحزاب ما مشيتش معاهم من هنا لهنا، يعني حسب الله كنتصور معاهم شي تصويره ولا هذه، وقلت لهم يعني بالنص ها كيفاش القضيه الوطنيه ما كندافعوش عليها ونصيفطوا فاسدين ونصيفطوا الناس ما عندهمش مصداقيه. وهذاك قلت لهم راه المنتظم الدولي تيندر لينا تحت المجهر. وهذا واحد العدد ديال الحكومات اللي هي اليوم في اوروبا كلها يساريه لان عندهم هما التداول السلمي على السلطه، تيطلعوا نهار كيطلع اليمين كيطلع اليسار كذا. اذا يعني جات هاد الظرفين، انه انا مشيت للسويد وكتعرفوا الارتباط ديال المغاربه بالقضيه الوطنيه ديالهم، يعني وهذا الشيء جاب لنا واحد التعاطف شعبي ما كناش كنتظروه تماما. يعني انا ما كنتش كيمكن لي نتصور، لان بالنسبه لي عملت غير واحد
قسط صغير من واجبي تجاه وطني، لانه ما يمكنليش انا نسمح بان واحد البقعه ديال الارض اللي هي اكبر من بريطانيا العظمى غير حيت رشقات المنتظم الدولي يعطيها الانفصاليين تحركهم الجزائر، في حين ان ابناء عمومتهم راهم تيشاركوا في المغرب اليوم وكاينين موجودين، كاينين مناضلين معنا في الحزب وكذا. يعني ما يمكنش ليا انا قلت لهم بالملموس حنا تقريبا اكثر من 35 مليون مغربي متشبتون باسترجاع وحده، يعني استكمال وحدتنا الترابيه وسياده البلاد المغرب على اراضيهم. وكاين واحد 100,000 الى 150,000 على اقصى تقدير حسب الامم المتحده اللي هما طالبين انفصال. احترم لان نهار الاول دوك الانفصاليين ما كانوش انفصاليين، راه كانوا كيجتمعوا في الدار ديال سي سعيد ايتي الدار، وكانوا يطالبون الدوله المغربيه باش تحرك من اجل استكمال تحرير المنطقه ككل، وكانوا يؤمنون بالديمقراطيه. ما شافوش الديمقراطيه جات، شافوا الاستبداد. كانت الاحداث ديال سيدي يفني اللي كانوا تسلخوا فيها مزيان، واللي جعلت انه حتى المغرب داك الترددات ديالو سمح في موريتانيا ما غيسمح في موريتانيا، بين بانه ما كايناش دوله اللي هي قويه القادره على الدفاع. ملي قال سمحتي في موريتانيا حتى هذاك الطرف الاخر غادي نحيدوه لك. هذا هو المنطق ديال المنتظم الدولي، كيقول لك علاش تخليتي، علاش درتو، علاش. تخيل معايا كاين بعض الاسئله اللي ما كتلقاش لها الجواب مقنع، ولكن كتجي لها من جهه اخرى. كنقول لهم هذا الشعب الصحراوي اللي كتكلموا عليه راه كاين 300,000 اسره مخضرمه ما بين الجنوب والشمال، كلنا صحراويون عرب امازيغ مخلطين حنا. راه هذا هو الاعتزاز والافتخار باش كنفتخروا بهذه الهويه ديالنا. ما يمكنش تعزلوا اليوم غاز بيور الشعب الصحراوي. ولا كانت مجموعه تطالب بالانفصال لابد من معالجه مطلبها مقابل مطلب 35 مليون ديال المغاربه. هاد 35 مليون ديال المغاربه ما جاوش عندكم الامم المتحده، ما عندهمش الامكانيات، ما مشاوش عندكم الاوروبا لانه الملف ظل محتكرا من واحد الجهه، ومال فيهم ما يدافعوا اكثر حتى نغرقوا هذاك بان كيمون وغيره بالمراسلات وبالحجاج والدلائل الدامغه اللي كتعبر على الراي ديال المغاربه. ماشي هذوك المسيرون اللي كيهزوا الرايات وكيخلقوا داك الشيء ماشي هو هذاك، لا، المغاربه اللي كيامنوا بانه عندما كتكون كتحب الوطن ديالك ما كتبغيش تسمح ليه يتقسم لك، خصوصا وانه اليوم كاين واحد المشروع امبريالي كبير ديال تفكيك اوصال المنطقه. راه ليبيا غتقسم على 3، الجزائر حنا راه باغيين نقسمونا على 4، ماشي غير يقسمونا على 1. ولهذا الانسان كيكون عايش في هذا العالم اللي هو مفتوح، اول حاجه خصو يفهم الاستراتيجيه الدوليه فين غاديه وشنو هو المخطط اللي كيخططوا لينا. الا كان في صالحنا راه مزيان، ما عمره ما تيكون في صالحنا لانه دائما في صالح ديالنا. ولهذا من بعد القضيه ديال الصحراء هذا كذا منيب هذا يعني الناس، حيت مع كل اسف كانت امثله كثيره ديال الفساد ديال النخب السياسيه اللي كتنتظر يعني انها تزار، انها تاخذ مناصب، انها تاخذ شي حاجه من النوع هذا، عندهم ذاك المطلب ديالهم قريب، في حين ان الانسان غادي يعيش مره واحده في هذه الحياه، خص المطلب ديالو ولا النضال ديالو يكون كبر منه، كان غير شي حاجه قليله ما هنا قضيه ما المهم. المساله الثانيه هادشي ديال التلفازه المغاربه ناس طيبين، يعني ملي شافوني مريضه وجيت هذا واحد التعاطف لا يتصور. الاساتذه عرضوا عليا داروا لي الزرده احسن ما تناكلش يعني، ولكن اساتذه من كل الاطياف، يعني انا هادشي اعتز به. علاش؟ على هاد الاساتذه مغفلون، لهاد الطلبه مغفلون، لهاد الناس لا. انا كنقول الطينه ديال هذا المغرب طينه من طراز رفيع. هاد المغاربه اللي جاو مستعمر، هاد المغاربه اللي قدموا تضحيات راه مازالين هما اللي يتعدوا ولادهم، حنا جايين وغادي نخدموا على هذا. انا غير بان لي التقدم في اوروبا، حنا اللي جايين بوديموس هما حنا قادرون وقادمون اللي بغيتو معلوم، لان هذه راه حرب تخوضها مع اعداء متنوعون ماشي باينين. ها هما هادو جيو حنا في جي كيف كنا شحال هادو هذا شحال هادي ما كانش خط ثالث، لان كان خط واحد المخزن وكان الخط الثاني ديال النضال. اليوم ملي كلشي صطف وقبط بلاصتو، حنا خلقنا الخط الثالث ما بين الاصوليتين المخزنيه والتي تعمل على ذات الدين. وهنا غير نقولوا مهنيين، حنا ما عندنا مشكل مع هادشي هذا، ولكن حتى الاخلاق العاليه خصها تكون، وانه تكون يعني اننا نقدروا المواقف ونقدروا الشجاعه ديال النخب، وهذا باش يمكن لنا حتى حنا نسترجعوا الامل ونخدموا كاملين. تحية لجميع الأساتذة والسادات المتدربين بمركز تطوان بالمغرب. تحية للأستاذة والدكتورة نبيلة منيب الحضور ديالها في مدينة تطوان. لكي لا أطيل يعني صراحة أقولها بكل صراحة، الأستاذة يعني عرفناها أنها كتدعم الملف ديال الأساتذة ودافعت عليه سواء في الإذاعات أو في التلفاز وحتى في الجرائد وحتى في جميع التصريحات ديالها اللي دارتها. يعني انا باش نختصر لان الوقت ما بقاش بزاف. كما كتعرفوا الساده ان الملف ديال الاساتذه المتدربين
دابا طال واكثر من 4 اشهر من النضال، اكثر من 4 اشهر ونصف من الاحتجاجات من خارج الشارع، اعتصامات، مبيتات ليليه، اضراب عن الطعام، قمع وحشي اللي كيتعرضوا له الاساتذه المتدربين من داخل الشارع المريض، ووسائل الاعلام تصور والجرائد تكتب، وسال المداد والمداد كثير عن هذه الفئه التي صراحه ابانت وبكل يعني شجاعه على قوه الشارع المغربي وقوه ديال المواطن المغربي انه لا يهاب شيئا من اجل حقوقه. انا كنعرف ان ديال المطالب فئويه، ولكنها الا جينا نشوفوا العموم ديالها راهي شامله، كتدافع ماشي كتدافع على الوظيفه العموميه فقط، كتدافع حتى المدرسه العموميه، كتدافع على خصوص التعليم، كلكم كتعرفوا خصوص التعليم وما ياتي يعني اللي كيجي موراها. باش نختصر وكنقول كسؤال الاستاذه، يعني ما هو موقف الحزب واضح والصريح من ملف الاساتذه المتدربين وكذلك من القمع الوحشي اللي كيتعرضوا للاساتذه. والبارح في المضيق يعني انا شخصيا ماشي كنفتخر ولكن شخصيا يعني تعرضت لضربه في الرجل، ومجموعه من الاساتذه يعني تعرضوا للقمع الوحشي بالمدينه. يعني ما هو الموقف ديال الحزب؟ وهل هناك بيانات اللي كتندب بالقمع للاساتذه؟ وتحيه نضاليه. إدانة شعبية للقمع البوليسية، إدانة شعبية للقمع البوليسية، إدانة شعبية للقمع البوليسية، إدانة شعبية للقمع البوليسية. نحاول نتفاعلوا بسرعه مع يعني الثلاثه اللي دخلوا مع اللي يتكلم باسم التنسيق ديال الاساتذه المتدربين. اولا فيما يخص يعني ماشي سؤال ولكن يعني ذاك الملاحظه اللي عملتي حول المساله ديال العلمانيه بالنسبه للحزب كحزب اشتراكي موحد، وان هذا المصطلح هذا هو مصطلح مرفوض لانه غير مفهوم من قبل الشعب المغربي، وتخصيص المساله ديال واش ما يمكنناش نجتهدوا في ايجاد مصطلحات اللي هي يمكن تكيف مع المجتمع ديالنا. وانه انا بالنسبه لي كاينه اليوم ثوره يعني علميه في مجالات متعدده، الفلسفه، العلوم، علم الاجتماع، الانثروبولوجيا، اللي بغيتي. يعني كاين واحد التقدم باهر في العالم باسره، ناهيك عن التقدم في المجال ديال الطب وديال البيولوجيا. يعني كل هذه المجالات عطات واحد التقدم كبير باهر، وحنا مع كل اسف مستهلكين لهذه العلوم اللي كتقدم غير منتجين او انتاجنا يبقى ضعيفا جدا. وهنا انا كنرجع لواحد الكتاب ديال مرفروطي وكيقول لك السبع شحال هذه كان عنده 200 سميه في القاموس العربي، الليث وكذا كذا كذا. دابا ما بقيناش كنلقاو اسم على مسمى باللغه العربيه باش كنجتهدوا في هذا المجال هذا. يعني كتبقى مثلا الفاظ غريبه بحال اللي كترجع كنا كنقولوا المواضيع او كذا، التيمات سليتان كنقولوا ما يمكنش نلقاو حنا شي كلمه اللي هي اقرب من هذا الشيء هذا. انا كنظن المشكل ماشي المشكل اننا نقولوا المغاربه او نقولوا كذا كذا. انا بالنسبه لي الكلمه موجوده، المشكل في التوصيل ديالها وفي يعني التفسير ديالها الصحيح، والكلمات اللي هي ديالنا يمكننا نعبروا عليها. هادو الناس اجتهدوا وتكلموا على السيكولاريزم وتكلموا على اللايسيه وتكلموا على هادشي، نجي انا نخترع شي كلمه سهله. انا غادي نقول التمييز بين مجال السلطه الدينيه ومجال السلطه السياسيه، وكنفسر به وكنمشي الى اعمق الاعماق. انا ما غاديش نخترع مصطلحات جديده. اللي خصني نعمل هو انني نحارب الاميه اللي ضربه فينا نارها ما كنفهموا والو. يعني الاميه الابجديه، الاميه القانونيه، الاميه الاخلاقيه، الاميه السياسيه، هادشي كله موجود. وانا غادي نمشي قبلت واحد المجموعه اللي هي جاهله بالموضوع وخصني نلقى ليها نقول شي حاجه سميتها البلديه او المغربيه او كذا كذا. ماشي هذا الشيء اللي غادي يسهل عليا الماموريه. اللي غادي يسهل عليا الماموريه والخرج من الظلمات الى نور العقل والعلم. ولهذا في الحزب ديالنا حنا كنقولوا مركزات العلم والمعرفه اولا قبل مركزات الهويه. باش انا حيت انت مسلم انا مسلم اكثر منك، وغادي نبدا نقلب على شي كلام ما عرفت كي داير باش نهبط. قالوا لا يمكن ان اضع حجزا على افكاري كي تتناسب مع جهلك. هذا راه كلام كبير كانت شحال هذه. انا خصني نرفع المستوى ونرفع المستوى ما نخافش لانني عارفه اش كنقول وغادي نمشي. العولمه اي ملحد نقول له انا ماشي ملحد، ولا كنت ملحد بتقطع لي راسي. اجيب على نجلسوا ونفهموا هذه المصطلحات ونتكلموا. وهذا مهمه المناضلين ومهمه المثقف اللي اليوم جالس في قاعه انتظار، وجعلنا جالسين كلنا في قاعه انتظار ديال الحدث. ما قدرنا نواجهوا يعني الاشكاليات الكبرى اللي كتعترض مجتمعاتنا،
ولا نساهموا في الحل ديالها ولا والو، لا على المستوى المحلي ولا على المستوى الدولي. واللي كيفهم عندنا شي حاجه تندفعوا به الهجره ديال الادمغه. اليوم نحن نعاني منها، حنا بغينا ديك الادمغه تجي لنا. اذا اليوم خصنا اولا نتخلص من هاجس الخوف. حنا قلنا مع الحراك ديال 20 فبراير والربيع الديمقراطي نهار جدال الخوف، خصنا نبقاو تنطيحوا فيه حتى ما نخليوش ليه بخي فيه واحد الساس. قربتو كاين شي وحدين كيجيو كل نهار كيديروا فيه شي جرات باغيين يعاودوا يبنيوه. حنا ما بغيناش نخافوا. وعدم الخوف يعني انا اخاف مما اجهله وارفض ما اجهله. انا ما عرفتش العلمانيه وكتجي هذوك صحاب العلمانيه فينا نشوف واش غادي نتفاصلوا معاهم. يعني هذا هو المشكل، اننا حنا ما قمناش بالدور اللي خصنا نقوموا به كمناضلين ولا كمثقفون في المجتمع، باش نكتبوا كتيبات قد هكا صغار اللي خرجوا كنفسروا فيهم شنو هي، كيفاش كيتم الادلجه ديال الدين، كيفاش هذا، ونديروا قراءات ديال الكتب المؤسسه. راه كي سوغمون تكلم على رفعت الطهطاوي اللي كيقول ما كاينش هناك تعارض ما بين الاسلام والحداثه. وبالملموس يمشي كيعمل واحد دراسه علميه من المغرب لماليزيا وتتشوف السكيزوفرينيا اللي حنا عايشين فيها هنايا. حنا خصنا يطلب منا ان نتاقلم مع الجهل والتخلف. وملي كتكلم على العلم ولا شي كلمه اللي مزيانه او شي مشروع اللي مزيان كيقول لك وانتم جبتوا لنا هادشي من الغرب، واه النساء بغاو يديروا سيدي راه شوف جايبين لنا هادشي. اش جايب لك انت فين يعني فين؟ ولهذا خص تكون حنا فينا اولا التواضع الكبير، لان حتى هذاك اللي جاهل ماشي هو اختار يكون جاهل. يعني خصنا نعرفوا كيفاش نقربوا للناس وكيفاش نطمئنوهم وكيفاش نجيبوهم يستمعوا لنا ويستمعوا للحوار، عوض ان نضيع الوقت. يعني العرب راكم كتعقلوا هما اللي ترجموا يعني الفلسفه من اليونان ومن هذاك الشيء، هما الاولانيين. حنا اللي ما بقيناش كنترجموا. حنا الحمد لله اللي عندنا 2 لغات و3 باش يمكن لنا دغيا كنوصلوا المعلومه، والا انا ننتظر واحد المقال عجبني ترجموه لي دابا 10 سنين راكم مشيت في حالتي وما غاديش نستافد. ولهذا خصنا نشجعوا اللغات، خصنا نشجعوا الانفتاح، خصنا نشجعوا الدراسات المقارنه ونشوف نيت هذاك المصطلح كي داير ونوصلوا للناس ونوصلوا لهم بتفسير ديالنا بلغتنا. ماشي انا غادي نجبد شي مصطلح من مكان وانا ماشي انا مولات داك لو كونسيبت ما عرفت ليش ما فهمهاش حتى مزيان ونبدا نقلب اللغه على المصطلح الذي يوازيه. سير في السلوك فيما يخص يعني مطرح جوج الحويجات مهمه، انه هذه المساله ديال هذه الحركات الاحتجاجيه وهذه الفئويه نحن نساندها كذا، ولكن كيفاش يمكن لنا اننا نخرطوا معها فعليا واننا نساندوها حتى توصل الحقوق ديالها واننا ندمجوها في هذه المعركه ديال التغيير الشامل. انا كنقول اليوم كاين حويجات جداد، كاين واحد العدد ديال الشباب اللي هما ما باغيش يدخلوا بالضروره ديك الاحزاب التقليديه. انا احترم، ولكن خصني نربط معاهم جسور، وهذه الجسور ماشي نفعيه. هذه جسور كنقول اي نضال اي حركه احتجاجيه الا وخصها تكون بافق التغيير الديمقراطي الشامل. ماشي نعطيوني حقي وانتم لا يقل، راه هادشي اللي ولينا تنلقاو كتوقف مع العمال التسريحات كترجعهم ونهار الاخراني كيصوتوا على داك الاخر يقول لك براسهم. سيدي حنا راه بغينا نغيروا باش ما يبقاوش يصلحوكم هكا بلا قانون. يعني هذا بناء الجسور يجب ان نفكر فيها، ماشي بالضروره الدمج، ولو انني انا اؤمن بان الانخراط الواعي داخل يعني المؤسسات اللي هي معروفه سواء نقابيه او جمعويه او حزبيه، لان الحزب حامل مشروع مجتمعي كتكون اهم. ولكنني لا ابخس هذا العمل اللي كيقوموا به الشباب اليوم واللي كيجتمعوا على الفيسبوك واللي يطيروا دانيال غالفون. هادشي كله مهم جدا، ولكن خصو يمشي في اطار من التشارك والاشراك باش يصب في مشروع التغيير الديمقراطي. وحنا راه مفكرين في هذه القضيه. علاش كنقولوا الفيدراليه ديال اليسار الديمقراطي منفتحه من اجل الجبهه الشعبيه الديمقراطيه الواسعه اللي خص يكون فيها الحركه النسائيه والحركه الامازيغيه والمثقفون والشباب، ويكون فيها الفئات يعني مجموعات وافراد معنا اللي عنده شي فكره مرحبا بهذيك الفكره باش يمكن لنا نغيروا موازين القوى اللي هي اليوم في صالح المخزن وفي صالح القوى الرجعيه ماشي في صالح التغيير الديمقراطي. ولهذا بنينا هذيك الجبهه في هذا الشيء هذا راه يمكن لنا نغيروا موازين القوى باتجاه يعني التغيير. الخط الثالث هو هذا. الخط الثالث لقينا راسنا بان الدوله كتقول كاين جوج حاجات، حنا لغاتنا من الخريطه الجغرافيه والسياسيه ديال البلاد. كتقول كاينين محافظين وكاينه انا الحدثيه معايا الناس مزيانه سيدي شفنا ما جبت لنا لا حدثه ولا محافظه بالنوع ديالها بداك الشكل اللي هو يمكن يحترم في مجتمع بحال المجتمع ديالنا. ولهذا حنا كنقولوا مشروعنا يقع ما بين المطرقه والسندان، لان هذا استبداد واخر استبداد اخر حنا بيناتهم جوج. ولهذا اش غادي تسمي هذا خط ثالث بطبيعه الحال، وتفاصيله هي تفاصيل المشروع الذي ندافع عنه. فيما يخص يعني نذكر شنو تكلم الرفيق.
وي على المساله ديال الحكومه ديال بن كيران. انتم كتعرفوا بانه هذا النظام اللي هو قوي ويعني تسلح عبر العقود باسلحه مختلفه باش يمكن ليه انه يكون الحكم والمتحكم في المجتمع وفي السياسه وفي هيكله المجتمع. بطبيعه الحال انا لا اظن انه سيسمح لتيار معين ان يصل الى الحكومه، ولو ان هذه الحكومه لا تحكم بالشكل المطلوب، بدون ان يتحكم في كل الخيوط، لانه كيعرف هذيك الحكومه المشروع على جات كي داير. واخا ان الحكومه تقدمت المشروع وعملت تصريح حكومي وتخلت عن المشروع وبدات تنتظر التعليمات كسابقتها، هذا الشيء معروف. لماذا فعلت ذلك وهي التي كانت تنادي بمحاربه الفساد والاستبداد؟ وقد حنا عندنا ناس نزهاء وغنخدموا البلاد وعينا من المفسدين وعينا من التماسيح وعينا من كذا هذا. لماذا؟ لان ربما وراءها مشروع اكبر منها. وانا كنتكلم على المشاريع العابره للحدود، ولهذا كتقول خصني نتمكن بعدا نتمسكن بيد ما نتمكن وهذا. وهو الدوله العميقه واعيه بهذا الشيء، اذا دوزات عليها الدكاكه. يعني ما اصطلح عليه باصلاحات بين قوسين، وهي ماشي اصلاحات، هي تراجع المكتسبات ديال هذا الشعب المغربي، دوزت مع الحكومه بسهوله، خصوصا وان هذه الحكومه عندها واحد القاعده شعبيه اللي هي فورماتي، يعني ما كيقدروش ينتقدوا. انا شحال مره كنقول لهم انتقدوا، راه باش نيت بغيتوا تنقدوا الحزب ديالكم خصكم شي حويجات اللي بانتكم ما غادياش في الطريق الصحيح خصكم تنتقدوا. لا ما ينتقدوش، ما عندهم اله. يعني هذا هو المشكل ديال الزعيم. حنا ما عندناش بعد، على الاقل ربما في هذه الولايه ديالنا حيت القداسه تماما عن هذا المنصب ديال الامانه العامه، لان كل واحد فيكم وكل وحده فيكم يمكن له يكون امين عام او امينه عامه. علاش؟ خصو يكون كيعرف يسمع اكثر ما يتكلم، وانه يكون مؤمن بالمشروع، يمكن له يزيد، يمكن له يدير يعمل شي حاجه اللي هي مهمه. اذا بن كيران متفقه معك، يعني دوزوا عليه وقبل، لانه عنده مشروع في راسو وباغي يستمر. دابا واخا يجفوا به الارض غيبقى. انتم تشوفوا حكومه بن كيران واحد سحبوا حزب الثقه، قالوا خرج، دخلوا له الد اعدائه، دخلوا قبلوا، قال لك عايش حزب عتيد كان كيسب فيه البارح ولا تيسميه حزب عتيد. يعني بطبيعه الحال انتم تشوفوا هذه اللعبه السياسيه اللي هي في الحقيقه تؤلم بزاف، بانه ما فيهاش هادشي الاخلاق اللي كيحكمنا عليه. تيقول له يلاه شفتم انا بعدا غير تزادهم، كيف قال لهم هو يعني كيتكلم في المجلس الوطني ديالهم، كيقول لهم كنا كنقبضوا 6000 8000 درهم، دابا بدينا كنقبضوا الملايين، وشوف تبارك الله اللي تزوج 3 عيالات هذا الشيء اللي داروا. يعني حنا بغينا نشوفوا انجازات بالنسبه للشعب المغربي، واننا نتقدم، على الاقل نحافظوا على المكتسبات ديالنا. اليوم المكتسبات ديالنا في خطر، يعني كل الخدمات العموميه كتراجع، ويعني والنسبه ديال الخيرات ديال الدوله فيها كترجع، في حين اموال طائله تنهب وتسلب وتصرف بغير وجه حق في امور تافهه، ولا احد يحرك ساكنا ولا يمدد بها، هذا الشيء معروف. ولهذا اخر مساله هي الوحده اليسار. نحن ننادي بها، ولكن الوحده اليسار على اسس برنامجيه، على اسس قراءه نقديه لتجربتنا جميعا. فين كانت الاخطاء؟ كيف كيقول رفيق بن سعيد، كانت هناك فرص ضائعه، ولكن كانت هناك كذلك نخب ضيعت علينا الفرص. خاص الشجاعه، والشجاعه ماشي خاصها تبنى على الاندفاع، خاصها تبنى على المشروع، وتبنى على بناء القواعد، وتبنى على التنظيم المحكم، وتبنى على الاستراتيجيه القريبه والمتوسطه والبعيده، وتبنى على الانفتاح ديال الخيرات ديال الشباب والشابات باش يمكن لنا اننا نكونوا قوه. انا ذاك اليسار يمكن له كباقي اليسار عبر العالم الذي يعيد بناء ذاته ويستنهض القوى، كنقولوا ربما نحن سنؤسس بفضل يعني الاستكمال لهذا الطريق ديال الخيرات الواعي واللي فيه مشروع كبير، اننا نؤسس ربما لنهضتنا رغم هذه الهمجيه اللي كاينه في المنطقه، رغم هذا الشيء كله. ربما هذه هي الثمن اللي مازال خصنا نخلصوه باش يمكن لنا اننا نؤسس لنهضتنا. ولهذا يجب ان نكون مستعدين، وكي نكون مستعدين يجب ان ننخرط باش نكونوا عارفين فين غاديين. وشكرا. ربما بغينا نختزلوا المشروع ديالنا، ملي كنقولوا العداله الاجتماعيه يمكننا نختزلوا اكثر في المدرسه العموميه الجيده. المدرسه بما لها وما عليها، يعني المدرسه كمؤسسه ديال بناء الانسان، مدرسه اللي فيها الفاعل الاساس الذي هو يساهم في بناء الانسان اللي هو الاستاذ هو الاستاذه. المدرسه العموميه بالمجان وجيده التي تحقق تكافؤ الفرص، واللي احنا في المشروع ديالنا كنعتبروا الاستثمار فيها استثمارا استراتيجيا، لان بناء الانسان هو بناء
الغد. راه بيل جيت راه ما عنده لا برد بترول لا والو، راه تشوفوا فين وصل. كيفما كان الحال حنا يؤلمني يعني بعض المرات انه كنسمع شي وحدين ما عندهم علاقه كيقول لك وانتم بغيتوا تركبوا على النضالات ديال الاسد. اجي ركب انت يا سيدي، ماشي مركبوا انتم الاولانيين، حنا خلينا هي اللوط نشوفوا في هذا المشروع اللي هو مشروعنا وندافع عنه بكل استماتة. يمكن لي نقول لكم وهذه بدون فرخه، انا الامينه العامه الوحيده ديال الحزب اللي قلت لبن كيران مباشره بانه خصو يتحل المشكل، وبان هذا ظلم وحيف. حتى واحد ما جبدكم يعني اجيو معنا تقيدوا معنا، انا ما تقيدوش كاع معنا، حنا ما عندناش هذا الشيء هذا، ما عندناش هذا المشكل. ولكن يعني انا اؤمن بالعداله ديال القضيه ديالكم، ولهذا خرجت نعيطوا لي رفاق سميتو في التنسيقيه الدار البيضاء بكل فرح مشيت، واخا هذه كليتي العميد مشى كلشي غبر، لان عارفين غادي نجي غادي يحلوا لونفي. ما بقيت معاهم، كنعيط لهم كلهم في التليفون، ودرنا الندوه غير في الساحه ما كاين باس. دخلنا الكليه وتكلمنا وكذا، وكان عندها صدى من بعد او استاذه منير ما حلوش ماشي استاذه منير اللي جات. هذيك التنسيقيه ديال الاساتذه المتدربين راهم حيف بدينا فتحنا نقاش مع الاساتذه وكذا على المشكل. انا بالنسبه لي راه خصكم يعني شنو المشكل؟ ماشي راكم قدمتوا تضحيات كثيره، ولكن خصنا نلقاو المخرج خصكم كذلك تستعنوا حتى بمحامون حتى بهذه يعني باش نلقاو الطريقه باش نضبطوا. يعني واش نمشيو نتلاقاو مع داك السيد في دارو، ولا نمشيو نوقفوا في باب الحكومه، ولا اش غادي نديروا؟ يعني خصكم تخطيط ماشي فقط الخروج. يعني دارت مسيرات مهمه جدا واللي هي قويه وعطات اشاره. يعني راه ما يمكنش انا قلت لهم يعني بان راكم شاهدتوا ذكرتوا انه راه كيوقع مشكل غير بالنسبه للمواطن واحد، يمكن يستقل الحكومه كامله ولا وزير ولا هادو الدنيا كلها خارجه والرباط كلها فيها مسيره بالالاف مئات الالاف وما كيستمعوش. يعني كيفاش هادشي؟ يعني كيحتقرونا واحد الاحتقار لا يتصور. لهذا انا بالنسبه لي يعني المعركه اللي خدتوها هي معركتنا وخرجنا ببيانات. ماشي هذا هو المشكل. انا بالنسبه لي الذي يهمني هو الاستراتيجيه دابا من هنا لقدام. اش خاصكم تديروا باش يمكن لكم تنجحوا هذه التضحيات هذه ما تمشيش هباء منثورا؟ يعني كيفاش غادي يمكن لكم تعملوا؟ انا كنت طلبت من الرفاق اللي كانوا جاو زاروني في الدار البيضاء انهم يمشيو عند الفروق البرلمانيه. جو بونس كنتو عملتوا هذه القضيه هذه عند جميع الاحزاب باش تحملوها مسؤوليتها، عند جميع القيادات النقابيه باش تحملوها حتى هي المسؤوليه ديالها. يعني وخذوا من عندهم التزامات، ولكن خصكم واحد يعني توجه قانوني. كيفاش يمكن لكم انكم تخلقوا يعني الضغط الكافي باش تجعل هاد الناس يستمعوا لكم؟ فهذا الشيء حنا نقدروا نتعاونوا معكم فيه، نقدروا نتعاونوا. كاينين مناضلين محامون واللي هما على درايه وعلى علم بالتفاصيل كيفاش يمكن لكم انكم تضغطوا يعني انطلاقا من الحقوق اللي ضاعت لكم. ماشي غير العصا اللي كريتو، العصا راه ماشي مشروعه وماشي معقوله وما خصهاش تكون، ولكن راه السنه هذه وانتم مضحين على 4 شهور وكثر، وانتم يعني واحد تضحيه جسام، والاباء والاسر موراكم كتضحي لانه خصها تخلص باش تحركوا باش تمشيو باش تجيو. هذا الشيء راه ماشي سهل. ولهذا انا بالنسبه لي اليوم التفكير في كيف انهاء المعركه بالنجاح. هذا هو اللي تنظن خصنا نخمو فيه جميعا، ويمكن لنا اننا نتعاونوا معكم ومجددا. يعني انا كنحييكم على هذا رغم يعني الصغر ديال السن وهذا الاستماته وهذا الشيء هذا تعطينا حنا امل، ولكن حنا ما بغيتش انا نضحي بكم، انا بغيتكم تنتصروا، لاننا انتصرتوا غادي نقولوا حنا في الانجازات. ملي كتكون الانجازات كيزيد الامل وكيزيد هذا باش يمكن لنا اننا نتقبل. كاين سميتو كلمه تنفرعوا مع كلمه اخيره. تفضل السيد. كنشكروا الحضور، فرحانين بهذا الوجوه اللي ملأت علينا المقر اليوم. تواجد الاخت نبيله معنا في تطوان هي في دارها اكيد، لان فين ما مشات نبيله داخل الفروع ديال الحزب الاشتراكي الموحد كتكون في بيتها بين اهلها بين المناضلين اللي كيساندوها واللي مورا ظهرها. كنتمناو ان هذه الامور وكنوعدوكم اننا غادي نعاودوها، غادي ناخذوا منا وقت اكثر من اللي خدينا. حنا لضيق الوقت وانتم عارفين ان عندها الاخت نبيله عندها ندوه دابا في مرتين، ما غادي نطولوا شيء، ولكن كنوعدوكم اننا وسبقنا طلبنا منا في الدار البيضاء كنا تلاقينا معها وقلنا لها خصها تجي عندنا تطوان، غادي تجي عندنا تطوان وغادي يكون مناسبه اطول من هذا الوقت باش تعطينا اكثر من الوقت وباش نسمعوا لها مزيان وباش نتواصلوا معها اكثر. وحنا بدورنا كنشوفوا ان غير هذا الشيء راه غيعطينا عطانا شحنه، ونتمنى اننا
تكون هذه بدايه ديال ديناميه جديده في الحزب الاشتراكي الموحد. ومره اخرى 20 مارس تماما. الاخ كيذكرني ب 20 مارس، لان 20 مارس عندنا تجديد ديال الفرع الحزب الاشتراكي الموحد في تطوان. كل المناضلين كل مزيان تزنوا في نفس النهار. احنا عندنا في 10 الصباح، ولكن هذا ما كيمنعش ان المناضلين ديالنا غادي يحضروا. اللي كاين اللي غادي يمثل دائما، كاين اللي كيمثلنا كيف ما سبقنا مشينا مثلنا في مسيرات اخرى. دائما كاين اخوان غادي يمثلونا تما، واخوان اخرين اللي غادي يعملوا وغادي يعملوا على انجاح هذه المحطه اللي عندنا في تطوان، اللي حنا كنتسناوها من شحال هذه. المحطه ديال تجديد الفرع الحزب الاشتراكي الموحد في تطوان. كنعتبر ان هذه دعوه بالنسبه للمنخرطين الجدد. 20 مارس في 10 الصباح عندنا تجديد الفرع. ومره اخرى كنشكركم على الحضور ديالكم، وكنشكروا بزاف الاخت نبيله اللي لبات. الحقيقه تعبناها باش قدرت تجينا عندنا دابا. راه انتم كتشوفوا من دابا غنهبط عاود ما نتاح عاود. اذا شكرا استاذ فتيان على هذا التدخل. ايضا حنايا بدنا نديو مع موعد في الجامعه. عندنا ايام انا نسميوها الجامعه والسياسه، وبمناسبه ان بما ان كاين الاساتذه المتدربين، هي القضيه هي من ناحيه اذا بغينا نقولوا هي الشاعريه ديال في اللحظه اللي الجامعه خرج ولادها وكتكونوا وما كنجبروا حتى شي بيان ديالها على المعطلين، على الاساتذه المتدربين، على الاطباء وكذا، وبالتالي ادماج الجامعه ونورطوها في هذه الاسئله بحال هذه. ويمكن في الشهر الماجي اذا كان عندنا شي وقت. شكرا. اذا كلمه اخيره ونختموا. المهم انا كنحييكم جميعا على هذا اللقاء الجميل في الحقيقه اللي ما فيهش تعب، لان انا خصني ناخذ شحنه من عندكم باش يمكن لي انا نستمر. كنحيي رفيقاتي ورفاقي والملتحقون الجدد والاساتذه يعني المتدربون على نضالاتهم، وكنتمنى انه تكون فرص مقبله، اننا تكون نجاحات من اجل هذا. يعني ماشي غير نحلوا مشاكل اللي هي بغيناها تحل وبسرعه، ولكن بغينا كذلك انه يرجع الامل لفئات اوسع بانه التغيير في بلادنا ممكن، واننا غادي نحققوا ذاك المغرب اللي غادي نعيشوا فيه كاملين بذاك الشعارات اللي كنا كنرفعوها ديال الحريه ديال الكرامه وديال العداله الاجتماعيه. ان هذا الشيء كله ممكن، وممكن اذا تحملنا كل واحد مسؤوليته ولا تحملناها جماعه. وانا كادعوكم الى الانخراط، نخرطوا فين ما بغيتوا، ولكن نخرطوا وكونوا مواظبين وكونوا مقترحين، يعني باش تجروا شي شويه هذا الركب ديال التغيير الديمقراطي يزيد يتقدم شي شويه بلادنا. وتحيه للجميع، ويعني تكون فرصه اخرى. ساكون سعيده للقائي معكم في فرصه قادمه، ولكن خذوا المبادرات كذلك. كيقول لك المغاربه ما كيعرفوش ياخذوا المبادره. حنا بدينا كنعملوا دروس تقويه، بدينا كنعملوا هادشي كله خصو يتدار، لان هاد المغاربه راهم جزء منا واللي ضايعين بزاف. خصنا نتهلاو فيهم ونشوفوا كيفاش يمكننا اننا نتواصلوا معهم. فيعني تحيه لكم ولكم جميعا على هذا اللقاء الجميل، وتكون ان شاء الله شي فرصه اخرى ومناسبه اخرى.